ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده 4 ايه ده لحد ما وصلت الباب. طبعا عقلي قال لي عامل لك ايه، مفيش مبررات. من كتر المواقف اللي الواحد بقى يتحط فيها في حياته بدات احس ان في حاجه غلط. ده انا فكرت مخصوص ان انا اعمل لكم فقره ثابته على الصفحه عندي اسمها زفت تايم على وزن ستوري تايم. ايه اللي بيحصل لي ده؟ حصل معايا موقف من كام يوم يعني لا اتمناه مش لألد اعدائي، لا اتمناه لواحد بكرهه، واحد مجرد ما اشوفه بس ضغطي يعلى. شايف الراجل ده؟ ما اتمناش يتحط في الموقف اللي انا اتحطيت فيه. كنت بره في مشوار طول اليوم وهموت واخش الحمام، وانا الحقيقه مش من مشجعين مدرسه اقف وتصرف في اي حته دي، يعني منظر مش لطيف الا طبعا لو هتموت. المهم لمحت مجمع كافيهات كده من بعيد، قلت بس ده اكيد في حمام. نزلت ورحت بسرعه عشان اسال على اقرب حمام. وطبعا في موقف زي ده لازم هتقابل البارد والتنح والحكيم اللي هو بيفكر في الكلمه قبل ما يقولها، وناس بارده اللي هو في العادي ممكن تقابلها كل فين وفين، بس ازاي انت في موقف زي ده محتاج رد بسرعه لازم هتقابل الناس دي. المهم بعد ما سالت واحد من 5 6 اللي سالتهم هرش هرشتين كده، معرفش ليه، قال يعني بيفتكر مكان الحمام وكده. قال لي بص امشي على طول كده، اول يمين في اول شمال واسال هناك. رحت هناك زي ما قال لي وسالت وانا على اخري طبعا، وعرفت اوصل للحمامات. اول ما وصلت دخلت طبعا بدون تفكير، راحه نفسيه. اثناء ما انا قاعد في الحمام واذ بي بسمع صوت طفيف كده جاي من بعيد، يعني خير الله ما جعله خير، صوت بنت. قلت عادي يمكن بنت واقفه قدام باب الحمام وصوتها عالي شويه بتتكلم في التليفون ولا حاجه، بتحصل. شويه وسمعت نفس صوت البنت بس اقرب شويه، اللي هو كانها بتتكلم ورا باب الحمام اللي انا قاعد فيه. قلت مش مشكله، ده اكيد عيل صغير لسه ما بلغش فصوته ناعم. ما هو اصل في موقف زي ده لازم عقلك يبدا يخلق لك مبررات عشان ما يحصلكش حاجه. شويه وسمعت ضحكه، لا بقى اكيد مش العيل اللي ما بلغش هو اللي بيضحك. هنا مش بدا الشك يدخل في قلبي، لا هو دخل عليا وانا قاعد في الوضع ده. لحد ما جت الضربه القاضيه بقى لما لمحت وانا قاعد مستكين وقاعد بفكر باسكت مفتوح في الحمام، وفي حاجات ما ينفعش تكون في حمامات رجاله، حاجات بتاعت بنات. لك ان تتخيل بقى عزيزي المشاهد العبد لله قاعد في الوضع ده جنبه باسكت مفتوح في حاجات بنات، وورا الباب اللي قاعد فيه صوت ضحك بنات وهزار بصوت عالي. طبعا عقلي قال لي عامل لك ايه، مفيش مبررات. حاولت اتمالك اعصابي كده وامسك نفسي عشان العمليه تتم على خير، وقمت استجمعت قوايا وقلت هيحصل ايه، هيضربوني عادي، البنات ايديهم ضعيفه ما بتوجعش. استعديت نفسيا وجسمانيا لاي حاجه ممكن تحصل، ورحت قايم واقف وفاتح الباب. اول ما فتحت لمحت بعيني 4 بنات واقفين قدام المرايات اللي بتعمل ميك اب واللي بتعدل الطرحه، ورحت متخن صوتي ورحت قايل السلام عليكم، ورحت ماشي ناحيه الباب في خطوات ثابته وعاقله. كان كل واحد عدي من وراها تلمحني في المرايه تروح قايله ايه ده، وهي لسه باصه في المرايه. وطبعا ال4 كانوا قصيرين وانا طويل، فكان الايده بتاعتها بتطلع لفوق. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده 4 ايه ده لحد ما وصلت الباب. وقفت عند الباب طبعا مش عارف اعمل ايه، ما انت حط نفسك مكاني وقول لي هتتصرف ازاي، ما انا لو جريت هيفتكروني حرامي. فبدات ابص حواليا وابص على العلامه اللي على الباب وعمال اقول يا رب ما تكونش موجوده، يعني ابقى عايز اوصل لهم ان انا متلخبط. بس طبعا لقيت الست لابسه فستان قد كده، انا ما اعرفش ازاي ما شفتوش، بس انا متاكد طبعا ان حاله الزنقه والليفل اللي كنت واصل له خلاني ما كنتش شايف اي حاجه قدامي. اللي هو حمام يبقى هخش، عقلي ما ميزش ان في حمامات رجاله وحمامات ستات، لا هو حمام. بصيت لهم تاني لقيتهم لسه بيقولوا ايه ده، بس بداوا يسالوا بعض اللي هو ايه ده. واحده من ال4 طلعت من وسطهم كده وراحت مقربه وشها مني كده وتقول لي ايه ده. قلت لها والله مش عارف ايه ده، انا لو اعرف اقول. وطبعا في المواقف اللي زي دي اللي هي احتمال يتشك فيك لازم تروح متخن صوتك وانت بتتكلم كده عشان تثبت ان هو لسه فيه تستوستيرون. قلت لها مفيش حاجه انا ماشي، ورحت لافف لفه عسكريه ورحت ماشي. هو الطبيعي في موقف زي ده وانت في قمه الاحراج ان انت اول ما تخرج من المكان تحاول تختفي، لا انا لقيت نفسي رحت داخل حمام الرجاله، معرفش ليه. يعني لحد دلوقتي انا مش لاقي تفسير ليه عملت كده، يعني ما كنت مشيت واختفيت من المكان. دخلت طبعا حمام الرجاله لقيت نفسي يعني انا مش عايز اعمل حاجه، رحت لافف وخارج على طول. بس ومن ساعتها وانا جالي تروما من الحمامات العامه ومن المكان ده تحديدا. بقيت كل ما اعدي قدامه حتى لو بالعربيه بسمع صوت بيرن في وداني بيقول ايه ده ايه ده ايه ده. الدروس المستفاده عزيزي المشاهد من الستوري زفت تايم بتاعت النهارده، واللي هي تعتبر اول حلقه في الفقره اللي هتبقى ثابته على الصفحه هنا من كتر المواقف اللي شبه دي اللي بتحصل لي في حياتي. الدروس المستفاده ان انت لما تكون مزنوق ما تاخدش قرار، ما تفكرش، ما تقررش، ما تدورش، ما تذاكرش، ما تتكلمش. مزنوق روح الحمام، لان عن تجربه العبد لله الزنقه بتعمي. علامه الست اللي كانت لابسه جيبه قد كده على الباب وانا ما شفتهاش. والنصيحه الاخيره في ليفل من الزنقه كده لو وصلت له ما تمشيش لوحدك، خلي في واحد يمسكك من ايدك كده ويوجهك. استنوني في ثانيه حلقات ستوري زفت تايم عشان اعيط في حضنكم. السلام عليكم.